هقول لكم على احلى طريقه كيك تتعمل في الخلاط، والصوص بتاعها طعمه خطير جدا، هشه وطريه فلافلي كده. من سرعتها ومن حلاوتها هتقوموا تعملوها بعد ما تشوفوا الفيديو ده. جاتو شاتو كريم كراميل. يلا نبدا بسم الله الوصفه. هنجيب الخلاط بتاعنا ونضيف فيه كوب من السكر وكوب من اللبن وكوب الا ربع من الزيت وكيس من الكريم كراميل. هضربهم واشيل من الصوص حوالي كوبايه. على ما نشوف بقيه المكونات، معايا بيضتين، كوب ونص دقيق، معلقه صغيره فانيليا، معلقه كبيره بيكنج باودر. هنزل بالبيضتين في الخلاط على بقيه الصوص. بيضه 2، بعدها هضيف الفانيليا واضربهم تاني، وهضيف الدقيق والبيكنج باودر في طبق وانزل عليهم بالصوص. اقلبهم كويس لحد ما الدقيق يختفي خالص والمكونات كلها تندمج مع بعض، والخليط يكون ناعم مفهوش اي حبيبات. لو بعد ما شلت الكوب من الصوص لقيت الخليط تقيل معاكي ممكن تزوديه شويه لبن، ولو لقيتيه خفيف زودي شويه صغيرين خالص من الدقيق. بعدها هجيب صينيه مقاس 26 وادهنها زيت، وبعدها هعفرها بشويه دقيق وارمي الزيادات. بعدها هنزل بخليط الكيك في الصينيه. هنزل الخليط كله، لازم يكون قوام الكيك معايا زي كده بالظبط. هضيفه في الصينيه وهكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180 رف اوسط. حوالي هتاخد مننا نص ساعه، وهختبرها بالخله. لو الخله طلعت نضيفه يبقى كده استوت معايا وتمام. بعد ما الكيك تخرج هسيبها تبرد تماما. بعد كده هيبقى معايا نص كوب لبن، هضيف فيه معلقه من الصوص وهقلبهم كويس. هجيب خله وابدا اخرم الكيكه. بعدها هنزل بخليط التسقيه. اهم حاجه في الخطوه دي ان الكيك يكون بارد عشان هيعجن لو سخن. بعدها هنزل بكوبايه الصوص اللي احنا شلناه وهنزل بيه على الكيك، وبعديها هزين بصوص الكراميل بالعرض كده. بعد كده هجيب خله وابدا ازين كده. بعدها هبدا ان انا اقطعها واقدمها. عايزه اقول لكم ان الكيكه دي كل ما تبات كل ما تبقى احلى، يعني عشان تستمتعي بيها وما تجربيش تاكليها على طول. اهي دي تدخل تصنيف الاكل اللي كل ما يبات كل ما يبقى احلى. خطيره جدا، لو جربتوها حرفيا هتدمنوها. ممكن تاكلوها كل يوم مش هتزهقوا منها. تقدروا تاكلوها لوحدها، تشربوا معاها كوبايه نسكافيه الصبح، تشربوا بالليل كده جنبها شويه عصير.